ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ خليكم معايا كده عشان عايز اكلمكم على شويه حاجات جات لي في كومنتات كتيره عن موضوع الكوره وكده والاختبارات والفيديوهات اللي انا بنزلها. انا بنزل فيديوهات على اليوتيوب وتيك توك وفيسبوك عن مواضيع الكوره والاختبارات للاعيبه الكوره ببلاش، الاماكن اللي الواحد يقدر يختبر فيها من غير ما يدفع فلوس وكده، وبقول لكم الاماكن فين والتوقيت بتاع الاختبارات. وفي ناس كتيرة كومنتات جات لي هي دي اللي انا عايز اتكلم عليها النهارده، بخصوص موضوع ان هما بيروحوا الاختبارات دي والمدربين اللي بتختبرهم ما بيبصوش وبيبقوا ماسكين التليفونات ومفيش اهتمام بالاختبارات ولا اي حاجة. هو انا كده كده بالنسبة لي اهم حاجة ان الواحد يروح اختبارات، والمهم برضو كمان ان تروح اختبارات ببلاش. ببلاش بالنسبة لي، ببلاش دي اهم حاجة، لان في ناس كتيرة امكانياتها وظروفها ما تسمحلهاش ان هي تدفع مثلا اختبارات هنا ب 300 جنيه، اختبارات هنا ب 200 جنيه، اختبارات هنا ب 500 جنيه، غير المواصلات والحاجات دي. فبالنسبة للشكوى ان المدربين مش بتهتم ومش بتشوف وبتمسك التليفونات وكده، فانت بتعمل اللي عليك. انا بعمل اللي عليا ان انا بجيب لك وقت الاختبارات، مكان الاختبارات، السن المطلوب، ان هي ببلاش، دي اهم حاجة. وانت عليك ان انت تاخد المعلومات دي كلها وتشوف اليوم بتاع الفرقة بتاعتك امتى او المواليد بتاعتك امتى، وهتروح تختبر وتجرب حظك. روح اختبر وجرب في نادي واثنين وثلاثة واربعة، لان انت نفسك تبقى لعيب كورة ونفسك تاخد فرصة. وما تيأسش. ليه بقى؟ لان ربنا شايف كل الحاجات اللي انت بتعملها دي، وانت يعني عندك احساس ان انت اتظلمت، مش مشكلة. جرب، حاول مرة واثنين وثلاثة، وربنا هيعوضك بكل التعب اللي انت تعبته ده. طول ما انت بتتعب وبتسعى وبتدور، ربنا هيعوضك خير. وروح الحاجات اللي ببلاش، وانا هحاول ادور على حاجات تانية واختبارات تانية ببلاش، عشان الواحد يروح ويجرب. حتى لو نزلت 5 دقايق مش مشكلة، جرب وحاول. على فكرة انت اصلا ممكن يكون نصيبك وسط مليون واحد في نفس الاختبارات، وربنا كاتب لك ان انت تقبل في اليوم ده، والمدربين كلهم مش باصين، بس مدرب واحد شافك من بعيد وقبلت، ومستقبلك هيتغير. بس دايما حط في دماغك ان انت تعمل اللي عليك. ظروفك وحشة عادي، تقدر تتمرن في اي مكان. لو لعيب تقدر تبتدي في اي نادي باي درجة. بلاش موضوع الفلوس، ما تبدأش حياتك ان انت تتسجل في نادي بفلوس او تدفع فلوس لاي مدرب عشان يسجلك ويقول لك كارنيه اتحاد وكارنيه مش اتحاد. كل الكلام ده في الفاضي. دور على الانديه اللي بيختبروا وعايزين لعيبه، ابدا من مراكز الشباب حتى، بس ابدا صح. هتقول ظروفي تعبانه مفيش امكانيات، عادي، لا، مراكز الشباب تقدر تبدا في اي نادي. لو انت مستواك كويس شويه اكيد في حد هياخدك، وبعد كده واحده 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 واحده. كل ما تعرف في اختبارات ببلاش في مكان كذا، هوب الشنطة بتاعتك وروح مواصلات ومن النادي ده للنادي ده، وروح وجرب، وان شاء الله ربنا يكرمك. كل ما الواحد بيسعى في موضوع الكورة ربنا بيكرمه. ولو فضلت تسعى وحسيت من جواك ان انت مش قادر، صلي وادعي ربنا ان هو يصبرك ويقدرك على السعي ورا الموضوع بتاع الكورة، لان انت نفسك ودي حياتك، وانت حاسس ان انت موهوب وكل اللي حواليك بيقولوا لك انت موهوب. خليك ورا الكورة ودور واسعى وروح كل الاختبارات ببلاش. المدربين يشوفوا ما يشوفوش دي مش مشكلتك، انت بتعمل كل اللي عليك قدام ربنا. بس ملخص الكلام ان انت تعمل اللي عليك، تسعى تدور على الاختبارات اللي ببلاش عشان ما تخسرش فلوس، وربنا هيكرمك. ما مشيتش في موضوع الكورة،
ربنا يكرمك في الدراسة، ربنا يكرمك في سفر، ربنا هيسهل لك امورك، ربنا هيديك صحة كويسة واهل كويسين، فهتتعوض. اي سعي الواحد بيسعاه ربنا بيعوضه. بس وخلي عندك امل في ربنا كبير، ان كل حاجة ممكن تتغير في ثانية. جرب واسعى، وانا كمان بجرب واسعى اهو، وبحاول اجيب لك اي معلومة ان انت تستفاد بيها. اعمل لي بقى فولو وسبسكرايب ولايك وكل الحاجات الحلوة دي. بس كلمتين كنت عايز اقولهم وافضفض معاكم كده، عشان في ناس كتيرة قوي بتزعل ان هي بتروح والمدربين مش بيبصوا عليهم. لا عادي، انت بتروح عشان خاطر ربنا قالك اسعى. بس سلام.